في نوع جوع كده بيكون جوّه كتير مننا، في اللي بيحس بيه وفي اللي ما بيحسّوش أصلًا، في اللي بيعرف يسمّيه وفي اللي ما بيعرفش هو ده إيه، لكن بنشوفه في اختياراتنا لحاجات كتير حوالينا. إحنا مش طول الوقت جعانين أكل، في جوع تاني ده الأخطر والأشد من جوع الأكل، جوع المشاعر، التقدير، النجاح، جوع الوجود، جوع إنك تحس إنك متشاف ومحبوب ومتقدّر، وكل المشاعر دي طبيعية جدًا، ما فيهاش حاجة غلط، واللي بيفرق مش إحنا بنحس بإيه، اللي بيفرق بجد هو إحنا إزاي بنُشبع الجوع اللي إحنا حاسينه ده. تخيّل معايا كده إنك جعان جدًا، وبدل ما تحضّر لنفسك أكلة حلوة ونضيفة ومعمولة بحُب، رُحت كلت أي حاجة والسلام. أي أكل موجود معمول بأي طريقة، من غير ما تبُص الأكل ده نضيف مش نضيف، الأكل ده طعمه حلو، طعمه وِحِش، من غير ما تشوف جودة اللي أنت بتاكله أصلًا. طبعًا الحاجة دي هتوجع بطنك، صح؟ وبعد ما فرتكت الأكل كله وشبعت، هتحس إن بطنك وجعاك أوي ومتضايق وبتلوم في نفسك، هو أنا ليه كنت جعان للدرجة دي؟ وليه عملت في نفسي كده وأكلت أي أكل والسلام؟ وده بالضبط اللي بيحصل لمّا بنكون جعانين مشاعر، وبنضطر نحب أي حد موجود والسلام، ندخل أي علاقة علشان نسمع أي كلام حلو، علشان نحس إننا موجودين، ندخّل ناس حياتنا علشان نملى الفراغ اللي موجود، فنلاقيهم وجعونا أكتر مش شبعونا. والحقيقة كل ما كنت شبعان من جواك، كل ما عرفت تختار كويس مين اللي يدخل دايرتك. اختياراتك بتبقى أهدى وأذكى وصحية أكتر وفيها حكمة وبتزيدك بهجة في قلبك. الشبع مش معناه إنك تستغنى عن الناس، بس معناه إنك تعيش في سلام سواء الناس موجودين أو لأ، تبقى واقف على رجليك سواء كنت لوحدك ولا لأ، وتحقق نفسك سواء كان في وجودهم أو لأ، تستمتع بكل تفصيلة في حياتك، تدي نفسك حب من غير ما تستناه أصلا من بره. علشان كده لما تحس بجوع إنك تتحب أو إنك تتشاف، خد وقتك واسأل نفسك، هو أنا إيه اللي مفتقده في حياتي أصلا؟ هو أنا عايز ألاقي حد يحبني ليه؟ وإيه أول خطوة صغيرة ممكن أعملها علشان أدي لنفسي الحب ده؟ ووقتها هتلاقي الحل بيظهر وهتكتشف إن في مشاعر عمرها ما هتيجي من بره، في مشاعر محتاجة تطلع مننا لنفسنا الأول، في حضن كده إحنا لازم نديه لنفسنا. مش شرط يكون حضن جسدي، ممكن يكون احتواء، ممكن يكون رحمة، ممكن يكون قبول لنفسنا. في جملة كده لازم نسمعها جوانا مننا، الجملة دي بتقول أنا شايفك وأنا عارف إن أنت كفاية. وبعدها بص بقى حواليك واختار الناس وانتقي اللي مش هيوجعوا لك قلبك زي الأكلة كده اللي وجعت لك بطنك. أنا غدير وده الإست مورنينج، رسالة هنسمعها كل يوم الصبح، يمكن تغير طريقتك في حبك لنفسك، أو تغير مفاهيم كتير مغلوطة جواك عن حاجات كتير قوي تخصك وتخص اللي حواليك. ويا صباح الإست مورنينج القمر.